لوالدنا الراحل الكريم حج حسين العربي عليه رحمة الله، مشاركين هذه الليلة لنجله الموقر أستاذ محمد حسين العرب، كذلك الوالد الكريم صاحب الأدب والخلق الجم حج عبد العزيز العرب، حج ياسر مكاوي يونس وعموم أسرته الموقرة، باسمهم أشكر لعموم من شاركنا هذا اللقاء، كل أحد باسمه له الشكر والتقدير على مشاركتكم لنا في هذه الليلة المباركة. برقية عزاء مقدمة من الوالد الكريم سيد الربان عمر المختار سميطة باتصال هاتفي، يقدم خالص عزائه للأسرة الموقرة في وفاة راحلنا الكريم بحضور الوالد الكريم حج محمد راغب وعموم من جاء برفقته لتقديم واجب العزاء. الجمع الطيب المبارك تعالوا بنا لنستأنف هذه الرحلة الإيمانية بالذي هو خير، آيات بينات من كتاب رب الأرض والسماوات يتلوها علينا فضيلة القارئ العلم الشيخ أحمد صلاح أحمد، الواجهة المضيئة لنقابة قراء مصر، المقيم بأولاد عابدين بمركز فاقوس، فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إنما هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله
وقال يا أيها الناس أحرمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنود وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل لا يحطمنكم سليمان وجنوده قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم فتبسم ضاحكا من قولها
فتبسم ضاحكا من وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان فمكث
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون السماوات
هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح المولى علينا بما هو خير، آيات بينات من كتاب رب الأرض والسماوات لهذا العلم المتقن البارئ المجيب، آداء وأحكاما وتجويد. سليل بيت القرآن فضيلة القارئ العلم الشيخ أحمد صلاح أحمد المقيم بأولاد عبدين يهب ثواب هذه التلاوة المباركة لروح راحلنا حج حسين العربي عليه رحمة الله. أسأل ربي في عليائه أن يتغمده بواسع رحماته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزقه رب الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. مشاركين هذه الليلة أستاذ محمد حسين العربي الوالد الكريم حج عبد العزيز العربي، كذلك الأخ الحبيب صاحب الأدب والواجب الجل أستاذ ياسر مكاوي يونس. باسمهم جميعا أشكر لعموم من شاركنا هذا اللقاء. الجميع تقبل الله عزاءكم وشكر الله مسعاكم في هذا المقام القرآني الكريم. أشكر باسمكم لعمد ومشايخ المنطقة الجميع تقبل الله عزاءكم. كذلك أشكر للأخ الحبيب والداعية الإسلامي الإعلامي الشيخ محمد تمراز المقيم بمدينة فاقوس، كذلك عميد الهندسة الإذاعية والصوتية مهندس إبراهيم محمد السيد المقيم بالنمرود، قصور الفراشة والإنارة الكبرى معلم عمرو عبد العليم عبد الجواد بفاقوس، خدمات الفندقية المتر رضا عباس المقيم بكفر شاويش، شاشات النت العالمية للمهندس سامح عجينة المقيم بمدينة فاقوس. أيها الأحبة الكرام، في هذا المقام القرآني الكريم ونحن نكرم الوالد والراحل الكريم حج حسين العربي عليه رحمة الله في هذه الليلة القرآنية المباركة وفي هذا اليوم الكريم المبارك. لا بد أن نتذكر سويا أنه لو دامت الدنيا لأحد لكان الأولى بالخلود رسول الله محمد، لكن الله عز وجل الذي أحب حبيبنا حبا ليس بعده حب كمله وشرفه، ومن فوق 7 سماوات خاطبه وكلمه، وبعد هذا التكريم الإلهي من قبل المولى العلي لسيدنا النبي خاطبه المولى بقوله إنك ميت وإنهم ميتون. إذن الأمر يحتاج لوقفة، ولقاء الله عز وجل يحتاج لوقفة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلينا بالتوبة والأوبة والعودة والرجوع إلى الله. وأول شروط التوبة هي رد المظالم إلى أهلها. لترد المظالم في الدنيا أفضل مما ترد المظالم يوم القيامة. لذلك أخبرنا رسول الله محمد بقوله أن رجلان قد جسيا أمام المولى عز وجل، فقال الأول يا ربي خذ لي
مظلمتي من اخي. فقال الله يا عبدي أله مظلمة عندك؟ قال نعم يا رب. فيأمر الله عز وجل أن ترد المظالم إلى أهلها، ويقول للعبد المظلوم عبدي انظر إلى هذه القصور، فيرى قصور من ذهب متلألئة بلؤلؤ ومرجان، فيقول العبد يا رب هذه لمن؟ لأي نبي هذا ولأي ملك هذا؟ فيقال هذه لمن يملك ثمنها. قال ومن يملك ثمنها يا رب؟ قال أنت تملك ثمنها. قال بما يا رب؟ قال بعفوك عن أخيك. فعلينا أن نرد المظالم في الدنيا قبل أن ترد في الآخرة، لأن حبيبنا النبي قال أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قال بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، لكنه قد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ من مال هذا وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إن فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت على سيئاته ثم ألقي به في النار. لذلك حذرنا رسول الله محمد بقوله والله لو أنكم تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا وما تلذذتم بالنساء في الفرش، ووالله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة. هذه هي الدنيا، مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة، وإلى الله المرجع والمآب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى للعرض والحساب على الله. وصدق من قال لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه للندم. تنام عيناك وعين المظلوم لم تنم، وعين يدعو عليك وعين الله لم تنم. أيها الأحبة الكرام،